السلام عليكم، اهلا وسهلا اخواني اخواتي، حياكم الله. الشتاء الحمد لله طاحت وطاحت مزيان، بالاخص في الاقاليم الشماليه بحال طنجة، الحسيمه، تطوان، اصيله، العرائش، اللهم لك الحمد. وطايحه في مدن اخرى بحال ازيلال، بحال بزاف ديال المدن ربما عموميه. اذا هذا الشيء هذا خير من عند الله عز وجل، ولكن بعض الاحيان كتجي الشتاء وكدير لنا كتبين بعض العيوب او كتبين بزاف ديال العيوب. البنت اللي مشات ضحيه واحد غرقات في بالوعه بسبب الامطار، وتغطات الارض بالامطار وهي وباها هزها وما يتخشاو في هذاك القادوس، والبنت مشات مسكينه الله يرحمها والاب تعتق. شهدت مدينة بركان مساء الخميس حادثا مأساويا جراء سقوط أب وابنته ذات ال9 سنوات في قناة للصرف الصحي غمرتها الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على المدينة قبل الإفطار. هي كل شيء، هي سبب غلاء الأسعار، هي سبب غلاء الأضاحي، هي سبب غلاء، وهذا الشيء ما تنقولوش أنا ولكن كتقولوا الحكومة. ما كاينش الخضره. كنقول الناس خصها تحمد الله باش جينا الشتاء. الحمد لله أنه راه 7 سنين ديال الجفاف وعندنا مازال مطيشه، يعني كتباع في المارشي ديال انزكان. الحكومه كتقول لك اودي ما كايناش شتا. علاش الحوت غالي؟ ما كايناش شتا. علاش الاضاحي غاليه؟ ما كايناش شتا. علاش الخضره غاليه؟ ما كايناش شتا. السي عزيز اخنوش اللي هو رئيس الحكومه، فيما كتكون شي حاجه ولا فيما كتعطيو الفرصه يهضر او يشرح لنا شنو واقع في هذا الشيء هذا، في هذا الغلاف هذا، تيقول لهم ودي راه ما كايناش شتا. يكذب على المغاربه، ياخذ هذاك الوقت ويطلب الله انه تكون الشتاء، ويتقى الله ويقول بانه الحمد لله خصنا الشتاء، لان الا ما عندنا الشتاء ما عندكش فلاحه. خاص غير الشتاء طيح الامور غتكون مزيانه. ودابا بغينا نقولوا للسي عزيز اخنوش، الشتاء هي طاحت، الشتاء الحمد لله هي طاحت وطاحت بما فيه الكفايه، لان كنسمعوا غير 50 60 70 مليمتر وواصله حتى ل 100 وشي حاجه ديال المليمتر، ومازال الخير جاي لقدام ان شاء الله. نقول الناس خصها تحمد الله باش جينا الشتاء. نشريو مطيشه ب 3 دراهم، نشريو بطاطا ب 3 دراهم، نشريو خيزو ب 3 دراهم، بصله حتى هي بواحد 4 دراهم ولا 3 دراهم، بمعنى ما نفوتوش 4 دراهم 3 دراهم في الخضار، وما نفوتوش في السردين 8 دراهم 6 دراهم، واللحم حتى هو خص يكون موجود، لان دابا راه طلع العيد الحمد لله، غيولي لك فهمتيني، غتولي الوفره، غيولي الكسيبه موجوده. اشنو مازال خاص؟ اذا الشتا طاحت، ونشوفوا يخرج السي عادل اخنوش يقول لنا شي هضره، شي معلومه ولا شي تدخل في هذا الشيء هذا، ويقول لنا كيفاش يعني شنو، واش غادي تكون شي حاجه ايجابيه في مورا هذا الشتيوه هذه، ولا ما غيكون والو، ولا ملي كطيح الشتا كيضربوا الطم، ملي تما كطيح الشتا تيلصقوا فيها كلشي، لان هاد الناس هادو كيصحابونا حنا، راه عندنا القرون، راه ما كنفهموش. هل يتاثر السمك بالجفاف؟ الا ما صابتش الشتا كينقص الحوت. الكلام الوزير لا يفسر الغنى اللي كاين عند المغرب ديال الاسماك اللي كاينه في المغرب. هاد الثروه السمكيه اللي كنصيدوا 1.5 مليون طن سنويا، ماشي ديال الانهار وماشي ديال التساقطات. البحر ملي ما كتكونش الشتا راه العكس، عاد كيوجد السردين. هذه وحده بعدا معلومه غلطنا فيها هذاك الوزير، ملي جاو الناس المختصين والناس اللي عندهم يعني درايه بهذه الامور ديال البحر وكذا، اللي كيدير العكس، ملي ما كتكون الشتا هو كيأثر، ولكن بالايجابي الا ما كان الشتا كيكون السردين موجود، الحوت كيكون موجود. الا كانت الشتا كتهربوا الاعماق البحار، كيوليو يصيدوا غير هذوك اللي كيصيدوا في اعالي البحار. هذه وحده ديال السردين. اما بالنسبه للخضار والفواكه الى اخره، ما بغاش السي عزيز اخنوش يقول لنا يا ودي راه انا درت واحد استراتيجيه او واحد الخطه في هذاك المخطط الاخضر، راه خرجت ليا عوجه ويعتذر ومريضنا ما عنده باس. اشنو داير السي عزيز؟ جاب المستثمرين من برا وكيستثمروا في زراعه الافوكا والفريز والبطيخ والكوار الدلاح، يعني الحوايج اللي كيمصوا الماء، اللي كيستنزفوا الفرشه المائيه. حتى ولات عندنا الفرشه المائيه كلها مستنزفه، ولا الماء هباط لتحت، ولات تصحر تيبان. انا مشيت سافرت مؤخرا ومشيت للنواحي ديال اكادير، من مورا اكادير لهيه لقيت ان الارض بدات كتشقق، الارض كتشقق، وديك البلاصه معروفه بالزراعه ديال الشعير، كيزرعوا الناس تما، ومعروفه بالشجر ديال اللوز وبالشجر ديال الاركان، اللوز كرم، الشجر ديال اللوز كرم. الارض كتشقق، الصحراء كتشقق، بمعنى الماء هرب، الناس ما عندهمش الماء في شي بلايص، الناس كيقطعوا لهم الماء، كيخدم الماء غير واحد 3 السوايع و 4 السوايع في النهار، كيعمر داك الشيء اللي غيحتاجوه حتى الغدا عاوتاني. بمعنى ان هاد السي عزيز اخنوش داير واحد الخطه ما صدقاش، خص يعتذر، لان هي اللي استنزفات الفرشه المائيه، وهي اللي خلقت لنا هذا الجفاف هذا. اما وما كانش هذه الزراعات ديال هذه المواد، هذه الفواكه اللي كيستنزفوا الفرشه المائيه، غيكون عندنا باقي الماء ديال واحد 50 سنه ولا 40 سنه.
هذيك الزراعات استنزفوا لنا الماء اللي غنستافدوا به واحد 40 سنه ولا 50 سنه، مشى هباء منثورا، مشى ولات الارض قلت لكم كتشقق من التصحر. هذا هو السبب. اما الامطار الحمد لله طاحت دابا الشتا شي شويه، ومازال بغينا الشتا وتكون على قد النفع، لان الا كانت فات النفع راه كتولي دير الخساره، بمعنى الله عز وجل كنطلبوا يعطينا الشتا على قد النفع، يعني الشتا اللي غادي نتنفعوا بها. والشتا راه بغاتها الوقت، لان الارض خاصها الشتا. الشتا دابا كيحفروا الناس كانوا كيحفروا بير كيجبدوا الماء على واحد 6 متر و5 متر و4 متر، وكاين اللي كيجبدوا غير على 3 متر. دابا خاصك تحفر فوق 30 متر، يلا تلقى واحد شويه الماء. ولا بغيتي الماء يكون كثير ويكون كافي خاصك تحفر 50 متر و60 متر. اذا الاخوان هذا الشيء هذا راه فيه اخطاء داروهم الناس اللي كانوا كيتقلدوا مسؤوليات وكيتحملوا مسؤوليات في وزارات. على سبيل المثال السي عز اخنوش لما كان وزير الفلاحه واحد 14 سنه هو كيسير هذا القطاع هذا، دار شي خطط وشي استراتيجيات، وداك الشيء ما خرج لنا بالنفع، خرج لنا بالضرر. وحنا راه كنعانيو دابا، وحنا راه كنخلصوا النتائج ديال داك الشيء وما كنخلصوهم. ها هو العيب ما كاينش بسبباش لان الوفره ديال الاضاحي ما كايناش، الخضره غاليه بسبباش لان الجفاف، الماء ما كاينش، ماشي السقوي ديال السقيه من الفوق، راه خاص الماء يكون لتحت في الارض باش دوك النباتات يطلعوا. واش فهمتوني؟ اما السقا ديال الفوق راه يبقاو يسقيو ويبقى واحد، يعني الماء الصالح للشرب اللي كاين الناس باش يشربوه كيبغيو يديو هادو كيديروا غوت كيعاود يسقيو، بمعنى واحد يعني واحد الوفره كثيره بزاف ديال الماء باش يلاه. يعني حنا بعدا ما هاد لافوكا اشنو تنديروا بها؟ الفريز اش تنديروا به؟ حتى الدلاح داكشي كله زايد ناقص. يعني داكشي كان شحال هادي كانوا جوج ماركات ديال الدلاح كنا كنعرفوا، كاين الدلاح ديال دكوانه وكاين الدلاح ديال اكادير، معروف ديال النواحي الجديده ودوك النواحي، ومعروف ديال اكادير معروف الدلاح. دابا لا، ولا في زاكوره ولا في بلايص اللي هما فهمتيني مساكن خاصهم الماء، وما تيديروا الدلاح تا هو تيديروا تما تيستنزف لهم هذيك الفرشه المائيه اللي عندهم، تيوليو عايشين خاصهم الماء وكيعانيو. وديما المهم والناس دات الملايير وماشي الملايير ديال الدراهم دات في هاد الزراعه التجاره ديال اولا هاد الزراعه ديال الافوكا وديال الفريز والبطيخ، ديك المهايه الكانطالون ديك السويهله، بزاف عاد ولاو فيه ماركات، ولاو خرجوا شي انواع اخرى ديال الفواكه كيزرعوهم هنايا. الناس كيجيو من البلدان ديالهم، اسبانيا كيجيو من بلادهم وكيستثمروا هنا، اليهود كيجيو، اسرائيليين كيستثمروا هنايا. علاش؟ لان باش يديو الغله من هنا، بمعنى كيجيو يجيبوا لنا الزريعه ويديروا عندنا ويديو لنا الماء كيديو لنا لعندهم. وهذو هما الاسباب اللي جعلوا يعني الخضار غلات، الفواكه، السردين، اللحم، الحوت بصفه عامه. لهذا بغينا نقول السي عز اخنوش اللي تيقول لنا خاصنا الشتاء، ان شاء الله غيتجي الشتاء غيولي الامور بخير، بغينا يخرج بشي تصريح دابا مورا هاد الشتيوه اللي طاحت. وما ننساوش بالمناسبه نترحموا على ديك البنت اللي مشات في بركان، اللي مشات ضحيه يعني اخطاء اللي كيقوموا بهم بعض الجهات اللي ما كيتقنوش الخدمه ديالهم. قادوس محلول تخشى با مسكين جاي مع الماء مضرق داكشي طاح فيه، يعني مشات البنت لانها صغيره زهقات مشات في البالوعه، هو راه تعتق. لهذا كنطلبوا من الله عز وجل يرحم هذيك البنيه ويجعلها من اهل الجنه ويصبر والديها والعائله ديالها. اخواني اخواتي، كان معكم اخوكم سعيد المنادي، الى فيديو قادم بحول الله، حياكم الله.